السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي عندها جهاز 4035 أو 5030 أو أيا كان نوع البرينتر، الكيوسيرا أو المالتي 3 في 1 الكيوسيرا، النهاردة أعلمك إزاي تعمل صيانة لمجموعة الدروم، تطلع المجموعة بنفسك وتقدر إن أنت تعمل لها صيانة بنفسك من غير ما تحتاج لمهندس أو فني صيانة. أول حاجة بنعملها إن إحنا بنفتح الباب الأمامي إذا كان الجهاز برينتر أو مالتي اللي هو التلاتة في واحد زي دوت، بيبقى فيه بوابة في البرينتر بتتفتح لفوق، انما في الجهاز المالتي بتتفتح من قدام هنا. معلش قرب كده معايا. طلع مجموعتنا بالشكل دوت، هي بتبقى موجوده هنا اهي. حتى في البرينتر بتبقى كده، الفرق بس ما بينهم علب الحبر. هنطلع المجموعه بتاعتنا كده اهي فعال فوق، وانا طلعت مجموعتي تمام. ابدا ان انا احطها على حاجه ما تكونش مثلا خشنه او حاجه عشان ما تجرحش الدروم، لان الدروم بتاع المكنه بيبقى حساس جدا وازاز، لو انت عرضته لاي حاجه ممكن يتخربش او يتجرح، وساعتها هتبقى فيه مشكله كبيره. اول حاجه بنعملها ان احنا بنطلع علبه الحبر بتاعتنا، بنفتح اللوك بتاعنا كده اهوت. بعد كده بطلع علبه الحبر بتاعتي بحطها على جنب. تاني خطوه ان انا ببدا ان انا افك اللوك اللي موجود في علبه في مجموعه الدروم. برفع لفوق وبزق زقه كده لقدام تمام. اتفتح معايا اهو. ارجع لك تاني ايه اهو، ارفعه لفوق من قدام ان اهوت، في ان اهوت بشفه هي ارفعها لفوق وازق كده ايه الكتف ده لقدام. اصبح ان انا طلعت الجنب بتاعي. ده تانك الديفولبر. هبدا ان انا افك كابل تانك الديفولبر الاخير دوت اهوت. طب بيطلع ازاي؟ في هنا لوك في الجنب اهو، هدوس عليه كده وابدا ان انا ازق التانك بتاعي. هيطلع معايا بالشكل دوت. هقوم جاي واخد التانك هركنه برده في حته تكون امان، احطه مثلا فوق ورقه كده بحيث ان هو ما يلمش اي حاجه، لان ده ممغنط ولو قربت منه اي حاجه المغناطيس اللي موجود في الرول ده هيلقطها اهو. يعني لو في اي ريش حديد او في ريش اي حاجه الرول ده هيلمه، فاحنا هنحطه على جنب كده لوحده تمام. بعد كده هطلع رول الشحن بتاعي. بيظهر لك ساعات نقط او اي حاجه في الصوره، بيبقى ساعات برضو رول الشحن ده عليه عامل كبير، فانا بطلعه من الجنب كده. وادي رول الشحن بتاعي اهوت بنضفه. لو في نقط او في حاجه بتبان معايا، يعني مثلا لو في نقط بتتكرر في الصوره بص على رول الشحن دوت، اكيد هتلاقي في حاجه اهوت موجوده، وساعتها هو يا اما بيتغير يا اما بيتمسح بكونه مبلوله كده وبيتظبط. طب انا عايز ابدا افك الجنب بتاعي دوت علشان ان انا اطلع المجموعه، افك المجموعه قصدي، انا اسف. ادي مسمار، ادي اتنين، ادي تلاته، وادي الرابع اللي بيبقى فيه ارضي. هطلع الرابع اهوت، هلاقي بعديه زي وشره كده اهوت حديد اهي، دي ارضي مهمه جدا. اخد مساميري بقى احطها على جنب اهو تمام. انا طلعت الجنب بتاعي هحطه على جنب. اجيب المجموعه الناحيه التانيه فيها 4 مسامير، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، وادي الرابع. كده انا فكيت مجموعتي من الجنبين ب4 مسامير من هنا و4 مسامير من هنا. ادي المجموعه معايا اتفصلت اهيت. طب انت محتاج بقى تغير شفره ومحتاج تغير درام، محتاج تغير اي حاجه، هقول لك بقى الطريقه السهله عشان تعرف ان انت ترجع المجموعه وتعمل كل حاجه. ادي المجموعه بتاعتي اهوت. ايه اللي ماسك الدرام؟ اللي ماسك الدرام حته وشره. لو جينا هنا في الجنب هنلاقي الاكس الحديد ده في حته وشره ماسكانه اهوت اهي بيضه، فانا ممكن ببنزه او بفك عاده اطلعها من مكانها تمام. ادي الوشره اهي كده، اصبح الاكس بتاع الدرام حر. اشد الاكس كده، يبقى في هنا بلاستيكه اهي، اشيلها كده احطها على جنب اهي. اصبح الدرام بتاعي حر. الدرام بتاعي اهو، اقدر ان انا اغيره. لو جبت كده الدرام من عند اي حد وفيها مشكله هبدا ان انا اغيره. وعندي الشفره اهي. طب الشفره ايه هنغيرها ازاي؟ الشفره عباره عن مسمارين هنا اللي بيمسك الشفره، مسمارين، مسمار هنا ومسمار هنا. كل اللي عليك هتفك المسمارين وتركب الشفره الجديده، الموضوع سهل. طب احنا ازاي بقى نجمع المجموعه دي تاني يا باشمهندس؟ خليك بقى معايا في الفيديو عشان نبدا نجمع المجموعه تاني، بس طبعا عايزك تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتقدر المجهود اللي انا بعمله معاك، بان انت تكتب لي حتى كومنت او تقول لي مثلا رايك في الفيديو او محتاج ايه لو عندك مشكله. نبدا دلوقتي بقى ان احنا نرجع كل حاجه. اول حاجه ارجعها لو انا غيرت الشفره دي، غيرت الشفره مثلا وكله تمام. ادي الدرام بتاعي هحطه هنا، وابدا ان انا اجيب الاكسل اللي انا طلعته اخلي الجنب ده من الناحيه اللي انا هركب فيها الوشر، ادخله كده وهبدا ان انا اظبط من اهوت بحيث ان هو يظبط بالظبط
ويعدي كده زي ما انت شايف. هو عدى معايا اهو. هبدا ان انا اركب وشارتي اول حاجه. ادي كده انا ركبت وشارتي. هبدا بقى ان انا اظبط المجموعه بتاعتي، وطبعا السلوك دي كلها لازم المها في المجموعه. هي طبعا هتظبط معاك ان شاء الله.